السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال اللي جه يا جماعة امبارح بيقول أنا إزاي أعمل عقد بيني وبين صاحب العمل. صاحب العمل هيكلم المحاسبة. صاحب العمل هيكلم المحاسبة اللي هي تابعة للشركة، هيقول لها بالنسبة للناس اللي جايين تابع عقد اللي هو فلوسي، بالنسبة للناس اللي جايين تابع فلوسي محتاجين ورقة ورقة اتفاق. يقول له كده بالفعل ورقة اتفاق ما بيني وبينك علشان اقدمها هناك. ورقة الاتفاق ده يا جماعة بتقوي موقفك وانت رايح تاخد الفيزا، بتقوي موقفك وانت رايح تاخد الفيزا. طبعا سمعنا قبل كده في ناس بتقول ممكن مثلا يحصل رفض، يحصل حاجة. الورقة دي بتخلي موضوعك بنسبة 100% ما يحصلش رفض، لان انا سمعت قبل كده في ناس بيقولوا ان حصل لهم رفض. انا طبعا الموضوع ده انا ما شفتوش بنفسي او ما حصليش مع اي حد انا جبته خالص، اي حد انا جبته. بس انا صراحة بديهم كل اوراقهم كاملة، بديهم كل اوراقهم كاملة، ما بخليش حد ناقصه اي حاجة علشان ما يحصلش اي مشاكل خالص. آه، فاللي حصل فاللي حصل من ناس انا سمعت قالوا ان هم راحوا بدون ما ياخدوا اوراق من صاحب العمل. خدوا النقله قسطه وراحوا بالرقم التليفون وخدوا الميعاد والصور طبعا بتاعتهم والجواز، وبعد كده قدموا عادي. فجالهم بعدها جالهم رفض على النقله قسطه. فسالت قلت لهم يا جماعه ممكن يكون النقله قسطه ما هيش مظبوطه؟ قال لك لا، ده من حد موثوق منه وحد احنا عارفينه، بس ما نعرفش ايه السبب اللي حصل. تمام، ايه السبب اللي حصل؟ فقلت لهم خدتوا العقد اللي هو ما بينك وبين صاحب الشركه، يعتبر ده عقد اتفاق؟ قال لك لا، ما قدمناش حاجه وصاحب الشركه ما اعطاناش حاجه. برضه نحط كذا خط تحت الكلام، لان مش عارفين برضه ايه السبب. بس انا واجبي ان انا احذر الناس واقول للناس قدر الامكان وانتوا رايحين خدوا ورق بزياده احسن ما تاخدوا ورق ناقص، لان اوقات الموظف اللي بيكون قاعد ممكن يفوتك وياخد واحد بعدك. تمام، مش عايزين نقول مثلا يعني نخش في كلام تاني ولا حاجه، او ممكن يعني المهم نحذر وناخد بالنا وناخد اوراقنا كلها كامله، وما نحاولش ان احنا يبقى ناقصنا اي شيء، علشان باذن الله كده ربنا يكرم الجميع والكل يستلم ان شاء الله باذن الله، وما يبقاش حد عنده اي مشاكل او عنده اي حاجه باذن الله. وزي ما قلت برضو امبارح، ده السؤال اللي كان جالي، ودي اللي الناس متخوفه منها ودي النقطه اللي الناس متخوفه منها. بالنسبه بقى للناس اللي بتقول لي احنا عايزين مواعيد في الالما فيفا، انا والله ما اعرف حد خالص يجيب مواعيد. انا حتى الناس اللي انا هعطيها النقله وسطى كل واحد اتصرف كده من تبعه، من حد واسطه، حد يعرفه، حد هنا حد هنا. انما انا ما بجيبش مواعيد الما فيفا نهائي لاي حد. كنت بجيبها في الاول لما كانت الامور متيسره والامور سهله، انما دلوقتي زي ما انتم عارفين الدنيا راحت في داهيه في موضوع الاسعار وكده. فانا ما بدخلش نفسي في حاجه من دي نهائي منعا لوجع القلب بصراحه يعني. تمام، طبعا قلت اطلع ارد اول باول على اي سؤال حد قاله. قلت يعني بالطريقه دي يكون احسن، ويكون سهلت الامر على الناس، عشان لو حد رايح قريب ولا حاجه الالما فيفا يجهز ورقه وياخد حاجته قبل ما يروح، علشان طبعا الميعاد ما يروحش عليه. واكدت كذا مره برضو على الناس، علشان الناس اللي سألت برضو تاني على موضوع النقلة قسطة لو فيها اي غلطة. النقلة قسطة يا جماعة لو فيها اي غلطة محدش يروح لمحامي، محدش يقول لك تعالى خاص هقول لك انا نعمل ايه واظبطها لك ازاي. سيبك منه خالص، ده بيشتغلك. انت لو فيها غلطة في حرف ناقص حرف، فيها غلطة في تاريخ الميلاد، فيها غلطة في اللقب مثلا مكان الاسم او الاسم مكان اللقب، تمام،
ما تشغلش بالك خالص، انت كده كده في بلدك وهم بلدك، هيتواصلوا، لان هم بالفعل السفاره بعتت لهم هنا في ايطاليا، بعتوا لهم النيلا اوستا بتاعتك هناك، فهم بيتواصلوا مع بعض وبيظبطوا كل حاجه. بعدها على طول بعد ما انت بتقدم الطلب بيجي لصاحب العمل نيلا اوستا جديده، وبيبعتوا مصر برضه نيلا اوستا جديده بالتعديل السليم. محدش يقلق من حاجه، محدش يخاف من حاجه. الامور ان شاء الله يعني سهله وبسيطه. ولو في اي حد عايز اي سؤال يستفسر عن اي شيء يبعت لي، وانا ان شاء الله كده هحاول ارد اول باول ان شاء الله، علشان لو حد رايح قريب. ونشوفكم في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.